السلام عليكم ورحمة الله. يمكن تصنيف طرد المغاربة من الجزائر كأكبر عملية إجلاء أو طرد جماعي تعسفي في العصر الحديث، ويعود تاريخ هذا القرار إلى 18 من ديسمبر 1975 في ظل نظام حكم هواري بومدين، حيث أعطى الأوامر للشرطة الجزائرية وللدرك لإخراج الأسر المغربية من منازلها استعدادا لطردها دون إشعارهم أو السماح لهم بتوضيب حقائبهم. حدث هذا بينما كان العالم الإسلامي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى المبارك، وكان هؤلاء المغاربة المهجرين قسريا مقيمين بمختلف المدن الجزائرية بطريقة شرعية منذ عقود، والعديد منهم ولدوا في الجزائر، وانخرط العديد منهم في حرب التحرير الجزائرية، وقرروا الاستقرار والعيش في الأرض التي ساهموا في تحريرها. أثار نجاح المسيرة الخضراء حفيظة النظام الجزائري بالرغم من أن هواري بومدين كان قد صرح مرارا بأن الجزائر غير معنية بعودة الصحراء إلى المغرب، ورفض الاعتراف بالأمر الواقع، وبالتالي رفض السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وشرع في دعم جبهة البوليساريو، وقام بتهجير قسري شمل 45,000 عائلة مغربية، حوالي 350,000 مغربي، أي نفس عدد الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة الخضراء في ظرف وجيز وهو شهر ونصف. طرد المغاربة من منازلهم وتم اقتيادهم أطفالا ونساء ورجالا إلى مخافر الشرطة، وتم ترحيلهم من مقاعد الدراسة ومن مقرات عملهم ومن بيوتهم بلباس النوم، والبعض منهم ترك وراءه أبناءه، وتم تشتيت آلاف الأسر أصحاب الزواج المختلط بين المغاربة والجزائريين في يوم عيد الأضحى، وتم إذلالهم من طرف النظام الجزائري، وتعرضوا لمعاملات سيئة وصلت حد البصق والسب والشتم والاغتصاب والتنكيل، بعد أن تم تجريدهم من ممتلكاتهم وأموالهم. وقد تعرضت بعض الحافلات التي كانت تقل المطرودين للرشق بالحجارة من طرف بعض الداعمين لقرارات هواري بومدين. ولم يسلم من عملية الطرد حتى المرضى الذين كانوا يرقدون في المستشفيات. حدث هذا بالرغم من أن المغاربة كانوا معروفين بمساندتهم للجزائر وشعبها في حروبهم ضد المستعمر، وتعود أصول بعضهم إلى من شارك أجدادهم في حرب التحرير الجزائرية، ومنهم أسر قدمت العديد من الشهداء الذين قضوا نحبهم في أرض الجزائر، بينما فرت بعض الأسر الجزائرية بحثا عن ملجأ في المغرب. وفي ثورة نوفمبر 1954 سقط مئات المجندين المغاربة في ميدان الشرف. عاشت الأسر المغربية المطرودة من الجزائر مأساة ومعاناة حقيقية، حيث أصبحت بين عشية وضحاها بدون مأوى، تاركة وراءها ممتلكاتها ومتجهة نحو المجهول. ومورس على المطرودين عذابا نفسيا أثناء ترحيلهم في شاحنات للزبالة وحافلات مهمشة، وتم إعادة تفتيشهم في النقط الحدودية قبل رميهم أمام الحدود المغربية. وأذكر وكم أندم على نفسي وأخجل، رغم أن رفع عني القلم لأني لم أكن بالغا ذلك الوقت، يعني ربما كنت صغير كذا، عندما فتحنا أعيننا وبيوم العيد الفطر عيد الأضحى، وأنا أسكن هنا في الغرب الجزائري في ولاية بين تلمسان وبالعباس، إخواننا الذين درسوا معنا ولعبنا معهم والصيبة قضيناه مع بعض، تشوف يعني قرار أهوج. صلينا الصبح فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين، هذا بالنسبة لنا جزائريين. نحكي عن المغاربة أنت اللي عايش هناك. بعدين احنا عرفنا هذو أنه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف أن هذو مغاربة. Où est ta maman? Hein? Ta maman? Non, en Algérie. Tu l'as pas revue avant de partir? Non. Quel âge as-tu? Moi 12 ans. Tu t'appelles comment? Mohamed. Tu es un petit Marocain? Oui. Hein?
وأمام إصرار النظام الجزائري على طمس الحقائق وإنكار التاريخ وفداحة ما اقترفه من جرم، واجه المغاربة المطرودين من الجزائر تحديات في سعيهم للحصول على الاعتراف بمعاناتهم وجبر ضررهم معنويا وماديا. واستجمعوا قواهم وانتظموا في جمعية أسموها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وشرعوا في الإجراءات العملية للمطالبة بحقوقهم. ويطالب المغاربة ضحايا المسيرة السوداء بفتح تحقيق عن مجريات أحداث الطرد واسترجاع الممتلكات والتعويض المادي عنها، كما يطالبون الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي عما بدر منها تجاههم، غير أن عراقيل لم يتوقعوها اعترضت سبيلهم. وكانت هناك مبادرات سابقة لجمع شمل المطرودين لكنها لم تكلل بالنجاح. لقد نجح الملك الحسن الثاني في احتواء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وقرر استقبال المغاربة المطرودين بحفاوة كبيرة. وفي المقابل أصدرت وزارة الداخلية المغربية قراراً عام 1976 يحث على عدم المساس بأي شخص من الجالية الجزائرية، متوعدة كل من خالف القانون بالسجن لمدة 6 أشهر. وهذا ليس غريب على المغرب، الدولة الأمة ذو الجذور التاريخية والحضارية التي تمتد ل12 قرناً ولا يحكمها الطيش والتهور. بالقوة يعني خلوهم بالقوة ويرمي في الشاحنة. طيب هذا الرجل يقول لك أنا ما نعرفش المغرب يا جماعة. لا أبوك أنت أصلا مغربي يا ودي، أنا مولود هنا في مباديس، مولود في تموشنت، مولود في سيدي بالعباس، مولود في تلمسان. أنا هنا في هذه الزراعة وهذه التربة أنا نشأت بها، اختلط روحي ودمي بها. كيف تطردونني؟ العقلية المعفنة، العقلية الرأي الواحد، لا حقوق إنسان، لا مراعاة لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشهادة لله بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني وردة فعله مع الجزائريين من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل. يعني عقلية الثوريين الثورجيين اللي دمروا الجزائر كانت يعني أنت مواطن لا بين عشية وضحاها يخرج باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هناك، ما أمر بها لا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان.